لون الشمس الحقيقي. طبعا انت هنا راح تقولي لونها اصفر. يابا ليش؟ لان كنا صغار كنا نرسمها باللون الاصفر. لا والله على الشغل. شنو لونها الحقيقي؟ هل هو الاصفر، الاحمر، البرتقالي؟ هي هاي الالوان اللي بديهيا تجي ببالنا لما نسمع بالشمس. كونها هي كتلة نارية مشتعلة فطبيعي هاي الالوان تجي ببالنا، لكن هذا مو لونها الحقيقي. هذا اللون اللي الغلاف الجوي دا يخليك تشوفها بهذا الشكل، والسبب لما تجي وتشوفها بشكل عمودي يختلف لونها بوقت الغروب، مع العلم هي نفس الشمس. وخذ مثال ثاني، الشمس على كوكب المريخ يكون لونها باللون الازرق، لان الغلاف الجوي للمريخ يختلف عن الارض فينطي هذا اللون الازرق. يعني لو كان اكو بشر على المريخ ومعلمة الفنية طلبت منك رسم منظر طبيعي فحترسمه بهذا الشكل. لونها الحقيقي هو اللون الابيض. ليش؟ لان لما نجي نحلل الضوء الصادر من الشمس راح نلقي بيه كل الاطوال الموجية، وهذا الشيء فيزيائيا مستحيل يصير الا لما يكون المصدر هو لونه ابيض، لان اللون الابيض هو اللون الوحيد اللي يعطي جميع الاطوال الموجية. طبعا هنا واحد يسأل عدد الصور اللي ينشرها وكالة ناسا. باختصار كل صور الفضاء تدخل الفلاتر حتى نحصل اعلى دقة ممكن نشوف بها الاجرام السماوية، ولذلك لون الشمس الحقيقي هو اللون الابيض مثل هيك.